الأمسيات الرمضانية من كل جمعة في شهر رمضان المبارك على نهر ديالى منطقة الكورنيش. وتقيم هذه المديرية مديرية مكافحة الإرهاب الفكري في محافظة ديالى هذه الأمسيات بث رسالة اطمئنان ورسالة محبة ورسالة سلام إلى أهلنا في محافظة ديالى وجميع العراق بأنه هذه المحافظة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، والدليل على ذلك إقامة هذه الأمسيات الرمضانية في هذه المحافظة الكريمة وفي هذا المكان. لذلك سائلين الله تبارك وتعالى أن يعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار، إنه قريب مجيب الدعوات. احتاج المسلمون أن تكون المساجد والجوامع والحسينيات هي الأماكن التي يذكر بها اسم المولى عز وجل ويحتفل بها في هذا الشهر المبارك من قراءة للقرآن ومن أدعية ومن مجالس وأذكار وغيرها. إلا أن مجتمعنا بعد أن تطور هذا التطور المعروف وكانت له منتجعات يهرع إليها في سبيل الترفيه عن النفس، فقد كان الاقتراح أن تكون المجالس في شهر رمضان في مثل هذه الأماكن المفتوحة لعموم الجماهير ولعموم أهل ديالى وبعقوبة. وكانت فكرة رائعة من جناب الشيخ، وها نحن قد شاركناهم بإحيائها ودعونا فيها بما يدعى فيه بالمساجد. الجمعة الثانية تقيم مديرية مكافحة الإرهاب الفكري التابعة للحشد الشعبي في محافظة ديالى أمسيتها الرمضانية المباركة في كورنيش محافظة ديالى، حيث يحتشد أهالي ديالى بمختلف ألوانهم وأطيافهم في هذا المكان المبارك ليحضروا هذه الأمسية الرمضانية التي من شأنها أن تزرع روح المحبة والسلام والألفة والتواصل بين أبناء محافظة ديالى في هذا الشهر العظيم المبارك الذي يعتبر شهر ضيافة الله سبحانه وتعالى. خير الجزاء وما يلقاها أنتم